البحث ده مجرد تاريخ، وتقول مثلا في القرن اللي فات ما كانوش بيقولوا اللحن الفلاني، او اللحن دوت دخل في الحته الفلانيه، مش معناه نلغيه دلوقتي، لكن بنبقى فاهمين بس قصته ايه وتاريخه ايه. وبعدين ايه الوحاشه اللي موجوده في الحان الكنيسه او الحاجات اللي بنقولها؟ ما الناس فرحانه ومتعزيه، ليه ننكد عليهم نقول لهم بلاش الحاجات دي؟ ارجو اللي يعلم يلتزم، واللي بيتعلم ما يلقطش اي حاجه. اول ما تلاقي حد بيشككك اقفل ودانك. وكويس ان في حد بعت السؤال ده، لانه معناها ان الناس اتشككت. طب وانت ايه هدف التعليم؟ هل انا بعلم عشان اعمل برجله؟ هو اللي مؤتمن على التعليم في الكنيسه ده هدفه في الاخر ايه؟ ان الناس تنمو في الروح ولا انزلهم تحت؟ ناس بتصلي مزامير قال لهم ما تصلوش وقال هدفي في التعليم في الكنيسه اخلي الناس تبقى فخوره بكنيستها وفرحانه بيها وبتقول احنا ما فيش كنيسه في العالم زي كنيستنا، ولا اشككهم اقول لهم كنيستنا بتألف وبتخترع وبتزود وملهاش لازمه؟ ايه الهدف؟ يعني انا طالع كل كلمه تبقى للبناء مش للهدم. كل تعليم في الكنيسه يكون لطمأنينة الناس وتشجيعهم على الصلاه وتشجيعهم على التوبه، مش ان انا اخليهم يشكوا في اللي بيقولوه. لحن بيتقال في الكنيسه يستمر يتقال،